بتتباع ب450 وفي ناس كمان تقول 850 ليه؟ ليه يا جماعة هو في إيه؟ والله عملتها وما كلفتنيش 50 60 جنيه، حاجة كده تحفة وغرقانة في الحليب وغرقانة في صوص رهيب، مليانة قشطة رهيبة يا جماعة، المكشكشة بطريقة بسيطة وسهلة وكلنا هنعملها وأحلى من المحلات كمان. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنعمل الشربات، والشربات كان عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من المية، عصرة ليمونة، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا. باسيب الشربات على النار، أول ما يبدأ يغلي باسيبه كده 7 أو 8 دقايق وبعد كده هارفعه من على النار على طول. تعالوا بقى نعمل القشطة، والقشطة كانت عبارة عن كوبايتين كبار من الحليب، وكمان 3 معالق كبار هرميين كده من النشا. نزلت بقى عليهم كمان بمعلقتين من السكر، معلقتين من السكر الأول، وكمان معلقة ونص كده أو معلقتين ممسوحين من الكريم شانتيه، وهنا الكريم شانتيه هيخليها لي القشطة كريمية وطعمها حلو أوي. بديل الكريم شانتيه ممكن تنزلي بعلبة من القشطة أو معلقتين كبار كده من قشطة الحليب اللي هي بنشيلها من على وش الحليب، هيديكي طعم حلو أوي. قلبتها كده على البارد وبعدين رفعتها على النار، أول ما تبدأ تبقبق كده وتتقل معايا وهي مش بتاخد وقت خالص، وخلي بالكم يا جماعة النار تبقى متوسطة وإيدنا فيها ما نشيلش إيدنا فيها منها خالص. دلوقتي بقى نزلت بمعلقة صغيرة كده من الزبدة أو مكعب صغير من الزبدة، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وقلبت كده ودوبتهم كويس جدا وطفيت النار. دلوقتي بقى هنزل بالقشطة بتاعتي أو الكريمة بتاعتي في طبق بالشكل ده. بصوا كريميه وحلوه ازاي، ومش قادره بقى اوصف لكم طعمها عامل ازاي، حلوه جدا. بعد ما نزلت كده بيها في طبق هبدا اغطيها بكيس تلاجة او بستريتش علشان مش عايزاها تعمل وش معايا، وهخليها على جنب. دلوقتي بقى جبت لفة من الجلاش، لفة الجلاش دي أنا جايباها من الأفران العادية اللي بتعمل الجلاش والكنافة وبتبقى حلوة وطازة وجميلة جدا. جبت بقى صينية البايركس، ودي كانت أكبر صينية عندي من صواني البايركس، يعني القالب الكبير من صواني البايركس. أي صينية مربعة هتأدي الغرض. دهنتها كويس كده بالزبدة، وكنت مسيحة كوباية من الزبدة، وطبعا بمعلقتين 3 كده من الزيت. جبت بقى ايه الجلاش بالشكل ده، وهبدأ كده اقيس اول ورقة، وهعرف انا هتني منها قد ايه. وفردت كده اول ورقة وتنيت ربعها، تاني ورقة، وببدأ طبعا بين كل ورقة وورقة بدهن كده بالفرشة بالزبدة بالشكل ده علشان تطلع مورقة معايا وزي الفل. تاني ورقة تنيت ربعها كده، وكل مرة بتني ربع من الجنب ده وبتني ربع من الجنب ده بحيث ان هي تطلع كلها سوا واحد. وبين كل ورقة وورقة ببدأ ان انا ادهن الزبدة بالشكل ده، وبعمل سور كده علشان لما احط القشطة ما تطلعش بره. يعني بعمل كده حتة عالية من الجنب ده وحتة عالية من الجنب ده، سور من الجنب ده وسور من الجنب ده. القالب بتاعي كان بيضاوي مش مربع بالظبط كده يعني، بس كان طلعها مظبوطة جدا. وببدأ افرد ورقة ورقة بالشكل دوت وانزل بالزبدة كده، ادهن كده بين كل ورقه وورقه بدهن بالزبده. دي طبعا كانت كوبايه من الزبده وانا مسيحاها على النار، واستنيتها لما تبرد وبعدين اشتغلت فيها على طول. وحطيت كده حوالي 8 او 9 رقات من الجلاش، واخر راق بقى ما دهنتوش زبده ولا اي حاجه لاني هحط عليه القشطه. وشلت الكيس من على القشطه بتاعتي وهبدا اقلبها بالشكل ده، مش محتاجه مضرب ولا اي حاجه، هي جميله. وبصوا قوامها حلو جدا ولا فيها تكتلات ولا اي حاجه. وكمان اضافه الكريم شانتيه عليها كده اداها طعم وقوام حلو قوي وكريميه ورهيبه. يعني بتتفرد معايا بمنتهى السهوله، لا هي تقيله ولا متكتله معايا ولا اي حاجه. بصوا بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. طبعا ما بوصلش لغايه الطرف علشان ما تطلعش بره مني وتتحرق مني. وبوزعها وبفردها بالشكل ده، وبصوا سهله خالص في فردها والكريميه، ومش قادره اقول لكم طعمها حلو ازاي. بعد بقى ما حطيت القشطه هبدا امسك كده ورقه ورقه من ورق الجلاش، حتى لو مقطعه او مفتوحه منك هتتدارى خالص. بمسك ورقه ورقه واكشكشها واحطها بالطول بالشكل ده. اول ما برصها كده هي بتتماسك على طول، القشطه بتخليها تتماسك وما بتخليهاش تفتح معايا. بصوا بنكشكشها كده زي ما كنا بنعمل المروحه زمان بالظبط، وبحطها كده بالشكل ده. كل ورقه من ورق الجلاش اللي فاضل ببدا اكشكشه واحطه كده، والصينيه دي خدت معايا لفه جلاش بالظبط. بصوا بنكشكشه بمنتهى السهوله ومش بياخد مننا اي وقت. طريقتها سهله جدا يا جماعه، وبيطلع الشكل النهائي حلو قوي، وبجد طلعت تحفه.
وهنا كنت خلصت كل الكمية وكشكشتها بالشكل ده. هابدأ أسويها كده وأضغط عليها ضغطة خفيفة، وباقي الزبدة بقى اللي أنا مسيحاها هابدأ كده أنزل بالفرشة وأغطي كل الورق اللي فوق الوش، وأتغلغل كده أخلي الفرشة تتغلغل كده بين الورق المتني علشان يبقى كله مدهون بالزبدة. هادهن كويس جدًا بالزبدة، لازم تدهني كل الكمية بالشكل ده. بُصّوا طريقة الدهن يا جماعة، علشان أنا عايزة الزبدة تدخل جوّه كده الجلاش وجوّه الأطراف المتنية دي، علشان كلّه يبقى كده متغطي بالزبدة كويس جدًا. شكلها يا جماعة تحفة، وبجد طعمها حلو أوي، أوي. جرّبوها بقى علشان تعملوها في رمضان، وأحلى حلويات ونعملها في على إيدينا وفي البيت، من غير ما نشتريها من برّه بالسعر الرهيب ده. مين هيقدر يشتريها بالسعر دوّة؟ وإحنا ممكن نعملها في البيت أجمل وأحلى بكتير. هنا دخّلتها فرن ساخن على درجة حرارة 200 وفضلت متابعاها. أول ما اتحمّرت من الحروف شغّلت الشواية على طول. بُصّوا هي هنا كنت لسه مخرّجاها من الفرن، بُصّوا بتتهز إزاي في الصينية، معنى كده إن هي لا هي لازقة معايا ولا أي حاجة، على طول. والجلاش سخن كده، كان الشربات بارد، نزلت بالشربات بتاعي، وشربات الجلاش طبعًا بيكون خفيف بالشكل ده. الشربات كان مضبوط جدًا، وحلاوتها كانت حلوة أوي، ما كانتش يعني مسكّرة ولا أي حاجة، كان سكرها مضبوط جدًا. بعد ما نزلت عليها بالشربات وشربت كمية الشربات، لو عندِك بقى مكسرات تقدري تنزلي بمكسرات، ما عندكيش مكسرات عندِك زبيب، جوز هند زي ما أنا استخدمت كده، بتنزلي بشوية من الزبيب وشوية من جوز الهند بالشكل ده. ما عندكيش تقدري تسيبيها زي ما هي كده وهي مش محتاجة أي حاجة. ما استنيتش عليها لمّا تبرد ولا أي حاجة، وكانت سخنة ومولعة وما بردتش ولا أي حاجة، وبدأت أقطّعها بالشكل ده. كل ما المفروض ما تستني عليها إن هي تبرد هتبقى أحلى، والقشطة هتبقى متماسكة وهتبقى مضبوطة جدًا. وهنا عايزة أوريكم إن هي بُصّوا لا لازقة في الصينية ولا أي حاجة، وفكة مني خالص. ودلوقتي بُصّوا هنطلّع كده خرطة كبيرة محترمة كده، وبُصّوا عايزاكم تشوفوا القشطة من الحروف أو من جوّه بُصّوا عاملة إزاي. القشطة خطيرة يا جماعة، ودايبة دوب وسايحة خالص، وكتيرة كميتها حلوة جدًا، وطعمها رهيب. بُصّوا لا حاجة لازقة ولا أي حاجة، ونفس لون التسوية من تحت، نفس لون التسوية من فوق، وكانت مضبوطة أوي. بُصّوا القشطة عاملة إزاي. وجِبت بقى كان عندي أطباق زي الأطباق بالضبط بتاعة المحلات، والله هو كان عندي أصلًا، جِبته كده وحطيت فيه خرطة الجلاش، ونزلت كده بكوباية من الحليب، والحليب ده كان بدرجة حرارة المطبخ، كوباية صغيرة طبعًا. الكوباية اللي أنا ماسكاها دي بحجم تقريبًا نُص كوباية، مش كوباية كاملة. يعني أنا ماسكة كوباية صغيرة كده، بس عشان هي ليها بوز نزلت حطيت فيها الحليب، ونزلت كده بحوالي نُص كوباية من الحليب على الجلاش بالشكل ده، عشان يبقى بالضبط شبه بتاع المحلات. وحطيت كده فراولاية كده علشان تنطّق لي الشكل وتخلّي الشكل أحلى وأحلى. وهنا بقى هنبدأ ناكلها مع بعض يا جماعة، مش قادرة أوصف لكم طعمها عامل إزاي. القشطة من جوّه كريمية ودايبة دوب مع الجلاش، حلوة أوي، طريقتها جميلة وخطيرة وحلوة هتعجبكم جدًا. جربوها يا حبايبي، اعملوها واعملوها كمان اعتمدوها في رمضان، واعملوها في رمضان وتبقى من الحلويات الأساسية، بجد هتدمنوها من طعمها، وكل اللي هياكلها هتعجبه جدًا. وكمان لو اتقدمت بالشكل الخطير ده هتبقى شبه المحلات بالضبط. أتمنى يا حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وشير كتير للأصدقاء عشان الكل يجربها ويعملها، ويعملها كمان بإمكانيات وبسعر بسيط جدًا على قد الإيد، ونعمل أغلى الحلويات في البيت بطريقة بسيطة وسهلة جدًا. أتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير وشير للأصدقاء. ما تنسيش كمان دوسي على كلمة متابعة ولايك للصفحة وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدًا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.